اهلا بيكم في اي نيوز. انا نيمو. اي نيوز يعني انا وانت اللي هنعمل الخبر مع بعض. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا وتقولوا لنا رايكم. تابعونا. عمرك فكرت ان انت بدل ما تشتري اكسسوارات وتدفع فلوس كتير جدا فيها ممكن تعملها بكل سهوله؟ لو بتعرف تعملها ابعت لنا فيديوهات ليك على السوشيال ميديا. ودلوقتي تعالوا مع بعض نشوف ازاي بيصنعوا الاكسسوارات اصلا. Marisela García trabaja en Chureca Chic, una tienda que recicla papel de revistas para elaborar y vender accesorios. En esta tienda convierten los desechos en hermosas prendas. Mi trabajo en Chureca Chic es ser artesana, armar piezas, hacer rollo, pintar, dibujar. Las piezas que hacemos acá en Chureca Chic son recicladas de revista, el papel blanco, el periódico y todas las revistas son donaciones. Tenía la idea de hacer otras cosas con el papel y me busqué en internet con mi colega Ana de cómo hacer joyería con papel y de ahí aprendimos en unos videos en YouTube y luego fuimos desarrollando nuestra propia técnica que hoy en día nos da lo que es el toque Chureca Chic. Cada pieza lleva su especialidad porque son únicas. Los diseños salen de todas las artesanas. El cliente lo dice, qué color quiere, cómo lo quiere, qué tamaño lo quiere. Entonces nosotros lo armamos. Bueno, los pasos de elaborar ese collar Araceli son, primero se busca el color específico, se busca la revista, se raya primero a la medida, después se corta, se enrolla, se le echa la pega al rollo y después se pinta. Y ya cuando está pintado se le echa el esmalte y ya finalizado el rollo ya se empieza a armar la pieza. Son durables por el esmalte que lleva. Puede caerle agua encima y no le pasa nada. Y el propósito de Chureca Chic como marca son dos cosas. Es crear productos de accesorios de moda en base de desechos, reciclar primero y luego invertir las ganancias en el proyecto social para apoyar mujeres de la zona. En reciclar la revista, el periódico, las personas que lo donan también ayudan al medio ambiente, a no tirar el papel en la calle y a mantener limpio. سؤال للولاد، ليه عيب الولد يعيط مع ان عادي جدا البنت تعيط طول الوقت؟ بجد انا شخصيا شايفه انه عادي بصراحه، مفيش فرق بين البنت والولد. لا عمري ما عيطت، عشان العياط ده مش بتاع الرجاله وكده. انا شايف العياط ده بتاع البنات. فكره ان الولد يعيط مش عيب، لكن الناس بتبص الولد ان هو راجل ما ينفعش يعيط، ودي نظره المجتمع ليه، لكن هي نظره غلط. ان الولد لو عيط عادي، لان الولد عنده مشاعر واحاسيس وبيحس برضه، يعني مهما كان هو انسان. عيب ان الولد يعيط علشان يعني المفروض هو يكون القدوه لاولاده، او الراجل الكبير اللي هو يكون المفروض قدوه لاولاده، عشان من كده ما ينفعش يعيط. هو انا شايف انه مش عيب انه يعيط، لان العياط دوت بيكون ان هو دائم في حاجه، فبيحب ان هو يفضفض مع نفسه فبيعيط. فان انا شايف ان العياط ده ما يكونش حاجه عيب. عيب ان الولد يعيط عشان يكون راجل. لعبة عنيفة بس محتاجة تركيز جدا، وأي حد بيلعبها دايما عنده ثقة في نفسه. تعالوا مع بعض نشوف فقرة البوكس ونرجع تاني. أنا بيير تامر، عندي 15 سنة، بقالي 5 سنين في المدرسة بلعب بوكس. خدت بطولة المدارس الخاصة. الرياضة دافع بيها عن نفسي، وطبعا سبب أساسي في تكوين شخصيتي، أساسي في تكوين قوتي الجسمانية. ادهم قبيل 14 سنه، دخلت بطوله المدارس، معايا 3 مطوشه. فرق ايه في شخصيتي؟ مخليني كونفيدنت، عندي ثقه في النفس اكتر عشان بلعب كل يوم، باجي او كل ما يبقى عندي حاسب بي باجي العب هنا. بابايا بيشجعني ويقول لي العب وبتاع. اكيد مامتي بتقلق بقى وتقعد تقول لي انت هتتصاب ومش عارف ايه، وبعد قبل الماتش قبل البطولات تنزل تقول لي ما ينفعش تنزل تلعب وانا خايف عليك وما كنتش المفروض تلعب من الاول، بس لما برجع وببقى كسبان ومعايا ميداليه بتنبسط قوي. 4 مليون دولار هي مكافأة المنتخب اللي هيفوز في بطولة الأمم الأفريقية اللي هيشارك فيها المنتخب المصري، لكن الفريق اللي هيبقى في المركز الثاني هيحصل على مكافأة 2 مليون دولار. نشرت الصحيفة البريطانية ميرور فيديو صادم جدا. كانت طفلة قاعدة على ظهر تمساح طوله تقريبا 8 قدم، وكان التمساح بيلف بيها داخل الغرفة مليئة بالأشخاص، وهم كلهم كانوا قاعدين يصوروا الواقعة بأكملها وبيشجعوا البنت على الاستمرار.
دلوقتي تعالوا نشوف معانا ايه في الفقرة اللي جاية. انا اسمي مروان، عندي 17 سنة. انا بحب الدرمز علشان اهلي بيحبوا المزيكا برضو، واخواتي بيعزفوا، فدي حاجة من الحاجات اللي شجعتني. انا بعزف تقريبا وانا عندي 12 سنة. بدأت اخد الموضوع بجد شوية وادور على حد يعلمني وانا عندي 13 سنة تقريبا. فاخدت اول حصة في حياتي وانا عندي 13 سنة مع واحد اسمه يوسف سامي شهير بسبع. هو يعني من الناس القريبة مني كمان، فكان دايما بيشجعني، ودايما لما كنت بسمع عزفه كنت بتعلم منه وبحب الدرمز اكتر. فدي من الحاجات يعني اللي شجعتني وخلتني اكمل. فيعني حابب اسمعكم حاجة بسيطة كده. خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكونوا عجبتكم واستفدتوا منها جدا. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا وتقولوا لنا رايكم. باي.